طبعا اكو ناس ما تحب جسمها اذا سمنت، اذا ضعفت، اذا تعرقت. بالعكس يعني حتى التعرق هو سبحان الله هو عمليه فسيولوجيه، يعني هو عباره عن ماء واملاح يطلع خارج الجسم، بنفس الوقت يحافظ على درجه حراره الجسم ويفيد الجهاز العصبي، ايضا يحافظ على افراز الغده الدرقيه بالنسبه للجسم اللي هي مسؤوله عن كل شيء بجسمنا. فلازم تحبون كل شيء بجسمكم، كل شيء. حتى لو انت كنتي حامل وجبتي طفل وصار عندك خطوط ببطنك، لا تستحي من عندها، عادي جدا، مسألة جدا طبيعية. ومرور الوقت هي تختفي بعد ما تكملين يعني تمارسين الرياضة بشكل صحيح طبعا. بس أنا بالنسبة لي أنا إنسانة وكل شيء أحب التغييرات اللي طرأ عليها جسمي، ضعفت، سمنت، كل التغييرات اللي صارت بحياتي. حتى وأنا أحكي لكم أنا عندي تعرق عادي، كلش مسألة طبيعية. من تحبون جسمكم راح الآخرين يتقبلوكم، بس إذا أنتوا ناس تتذمرون حتى على جسمكم، على شكلكم، على خلقة رب العالمين، المقابلكم أصلا ما راح لا يحبكم ولا يقدر يقدم لكم حتى الدعم. فكل ما حبيتوا نفسكم شنو ما تطرأ عليه من تغييرات قولوا الحمد لله، كلها من رب العالمين، وحبوها. من حتحبوها حتقدمون لها أكثر، وهي بنفس الوقت حتقدم لكم الأكثر، لأن ما حد يوقف وياكم طول حياتكم غير جسمكم وصحتكم. هاي اللي أنا أخذته من الحياة، مو بشر يوقف وياك من بعد الله سبحانه وتعالى، صحتك وعافيتك هي توقف وياك في جسمك. قد ما تحافظ عليه وقد ما تتقبله وقد ما تحمد الله والشكر على كل حالة يطرأ عليها، هي بحد ذاتها هذا امتنان، بحد ذاته هذا إنجاز. فحبوا نفسكم وحبوا الوضع اللي انتم بيه وقولوا الحمد لله حتى الله يعطيكم أكثر وأكثر. احترامي لكم، انتظروني فيديوهات جديدة في حفظ الرحمن.